السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناه ريسيتاز دي نسرين. اجيو نحضروا مع بعضياتنا. هاد ممكن نسميوها شنيك ولا ممكن نسميوها بريوش بواحد الكريمه كتجي فوق منها رائعه، وغنعملوا كريم باتيسري من داخل. واحد الكريمه بحال اللي ذكرت لكم من الفوقي اللي كتجي بنينه بزاف. واللي غيذوق عندكم هاد الشنيكه هادي فاكيد هتعجبو، لانها فيها واحد الكريمه من الفوقي اللي مختلفه. يعني حتى شي واحد ما عملها. فانا جربتها وعجبتني بزاف وقلت نبارطاجيها معكم، فاكيد اكيد هتنال الاعجاب ديالكم الا جربتوها. خليكم معايا نتعرفوا على الطريقه ديال التحضير والمقادير ديال هاد الشنيكه. اول حاجه عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق ولا 500 غرام من الدقيق. عندي هنايا ملعقه ديال خميره الخبز، واحد حبه من البيض، عندي 50 غرام من الزبده، و60 غرام ديال السكر فاني، قبصه من الملحه، وعندي الحليب دافي اللي غنجمع به هاد العجين هذا. البنات كلشي جمعوه في هاد البول، شبروا واحد البول ولا العجانه، وضعوا المقادير كاملين وعجنوا هاد الخليط هذا. يعني ساهل بلا ما تبقاو تكومبليكارو لا كوسا. فعجنوا داكشي ديالكم كامل، والعجينه كتكون خفيفه كما غنوضحكم في الفيديو. العجينه كنخليوها تكون خفيفه شويه. صافي كنعجنها كامله وكنوضعها في واحد البول وكنعمل لها هاد الورق ديال السلوفان، وكنخليها تختمر حتى كتضاعف الحجم ديالها. صافي ملي ضاعفت لي الحجم ديالها غنشبر هنايا في سطح العمل. غنعمل شويه ديال الدقيق لان العجينه خليتها خفيفه. باش كتخليوها خفيفه كتجي رطبه بحال القطن من داخل، كتجي رائعه. غيعطيوها شويه ديال الخطر مع شويه ديال الدقيق. فصافي كنطلقوا هاد العجينه كامله. صافي كنطلقوا العجينه ديالنا كامله مع العجينه خامره مزيان وخفيفه كتطلقنا بكل سهوله. فما نطلقوهاش بزاف، تنرقوها كنخلي واحد السنتيم. وحضرت من قبل كريمه باستيليرا ولا كريم باتيسري اللي عملتها بنكهه الليمون، فكتجي رائعه بزاف. هي اللي غنعمل في وسط هاد الحشوه هذه. فالمهم طلقت كلشي، دهنت هنايا كريمه باستيليرا. غنعمل ممكن تعملوا شويه ديال الكركاع ولا تعملوا شويه ديال الزبيب اللي عندكم متوفر. انا هنايا عملت الزبيب. وصافي غنلوي هاد الشنيكه هادي وكنقطعوها بالخيط. من الاحسن نقطعوها بالخيط حسن من الموس، كتجي مقطعه مزيان وما كتعذبناش في الخدمه. كنشبروا شي اطار ولا شي مول يكون مدور، وكنعملوا هاد الشنيكات هادو ديالنا وكنخليهم يختمروا لمده ثانيه. يختمروا دغيا غير واحد 10 دقائق هيدا. صافي بلا ما ندهنوهم بلا بيضه ولا حتى شي حاجه، لان حنا غنعملوا الكريمه فوق منا. سخن الفران مزيان، طابت على خطره من الفوقي ومن تحت حتى كتحمر مزيان. وكنخرجوها كنعملوها في شي طبيصل، وكنحضروا كنشبروا علبه ديال الحليب المركز المحلى مع جوج ديال الليمونات معصرين، وكنخلطوهم مزيان. كنحصلوا على واحد الكريمه كتجي رائعه بزاف، بنينه ما نقولكمش. يعني قلت لكم لاتشي كوندنسادا مع جوج د الليمونات معصرين، كنخلطوا مزيان هذا الخليط كيجي واحد البنه. ضروري تجربوها والله العظيم رائعه بزاف. هي باقا سخونه كنوضعوا عليها هاد الكريمه هادي كامله، كنعملو فوق منها شويه ديال اللوز مهرمش، فكتجي رائعه بنينه بزاف. ما بين ديك الكريمه من الفوق ديال لاتشي كوندنسادا مع الليمون مع ديك كريم باتيسري من الداخل، فكتجي بنينه ورائعه بزاف. كنتمنى هاد الوصفه اللي قدمت لكم اليوم تجربوها ان شاء الله من وليداتكم ولا الضيوف ديالكم وتنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبتكم خليوا لي واحد كومنتاريو. فكنتمنى لكم صحه وسلامه، وتشوفوا هذا الفيديو نتوما في ألف خير وبسلام عليكم.